السلام عليكم ورحمة الله. يلا تعالوا نشوف هناكل ايه النهاردة. اول حاجة معانا الحلة، على حلة الضغط على النار فيها مية بتغلي. هنحط بصلتين وطماطمايه ورقتين لور، وهنبتدي بقى ننزل اللحمة بتاعتنا. وهنحط جزرة. يبقى كده حطينا مع اللحمة بصلتين وطماطمايه وجزرايه، ورق قراول، واحدة حبهان، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح. هنضغط اللحمة بتاعتنا ونقفل الحلة ونتأكد على الأمان ونظبط التايمر. هنا ظبطناها على 13 دقيقة. وفي حلة صغيرة على النار معنا ربع كيلو لوبيا. اللوبيا برضو هتتسلق في 13 دقيقة، نفس الوقت بتاع اللحمة، لان انا كنت نقعاها في مية سخنة ومغيرة عليها كذا مرة. خلاص كده اتسلقت، هنصفيها ونغسلها. وفي حلة على النار فيها بصلاية مفرومة، وهنبتدي نقلل البصل للتسبيكة بتاعت اللوبيا. اول ما البصلة تصفر معانا كده هنكون مجهزين طماطم معصورة، شفشق طماطم معصورة، وهنحط على البصل نص معلقة فلفل اسود، نتأكد من الطماطم كلها اللي في الشفشق نزلناها. ونسيبها تتسبك على نار هادية. هنا خلاص كانت نطرت الإدام بتاعها، السمنة والزيت طلعوا على الوش كده تمام قوي، التسبيكة اتسبكت. طبعا احنا كنا مسبكين طماطم كتير، مش يعني هتبقى كتير جدا على اللوبيا، بنشيل منها وهنحط بس، هنسيبها على قد الطبخة بتاعت النهاردة. وادي ربع كيلو اللوبيا اللي احنا سلقناه وشطفناه كويس. هنبتدي بقى نزود اللوبيا الشوربة بتاعتها ونسيبها 5 دقايق على النار كده، ونيجي نشوفها بعد ما استوت.
حطينا لها معلقة صلصة تاني عشان تبقى حمرا وحلوة كده. هنا شوربة الخضار اسهل ما تكون، مقطعين كوسة وبطاطس وجزر، هنزود عليهم شوربة ونسيبهم، مش هتاخد 5 دقايق على النار. واحنا بنسوي شوربة الخضار كده هنعمل ايه؟ رز بالشعرية. اللوبيا بتحب الرز بالشعرية جنبها، وانا مش عارفة ليه اللوبيا سمعتها وحشة كده، ولا جايبة لايكات ولا مشاهدات ولا اي حاجة، مع انها من الاكلات اللذيذة والسهلة. هنا حمرنا كوباية شعرية، واول ما غير لونها واصفرت كده حطينا عليها كوبايتين رز، وهنبتدي نشوح فيهم. هنبتدي نشوح فيهم وحطينا عليهم معلقة ملح، وهنتأكد كده ان صوتها كده ايه طلع ومبقاش فيها مية واتشوحت كويس. هنروح مزودينها مية سخنة من الكتل. وزي كل مرة ما بنشوف معيار الرز حطينا المعلقة في النص ما وقعتش، يبقى كده المعيار تمام. وخلاص هنا كنا سوينا الاكل بتاعنا كله وخلص، ويلا نغرف. ادي الرز بالشعرية، وادي معانا اسهل شوربة خضار والذ شوربة خضار ممكن تعمليها بمنتهى السهولة. وادي اللوبيا اللي سمعتها وحشة ومحدش بيحبها، ليه؟ مش عارفة. وطبعا معانا اللحمة كنا طبعا مش هننساها. شايفين الجمال؟ ولا في اسهل من اكلنا المصري الجميل، وبيعمل دماغ كمان. وبألف هنا.